دلوقتي لو احنا عايزين نظبط اللوجو بتاعنا ونغير شوية في الباك جراوند كألوان او نغير كمان شكل الديزاين اللي احنا عايزينه او الكلام عايزين نخليه مثلا بطريقة كتابية معينة. هنشوف دلوقتي ازاي نقدر ان احنا نظبط اللوجو بتاعنا. والبرنامج لوكا اساسا في موضوع اللوجو ده بسيط جدا، على عكس كانفا بيبقى فيه اوبشنز كتيرة قوي. لكن ده بسيط، تحس ان هو اساسا يعني محدد يعني. هو برنامج لوكا هيبقى ممتاز جدا للناس اللي هي بتبتدي لسه تصمم، او اللي هي لسه مش عارفة قوي ازاي تبدأ في التصميم. فلوكا هيساعدها بحيث ان هي الموضوع هيبقى بسيط جدا بالنسبة لهم، لان هيبقى كل حاجة واضحة. لكن الناس بقى مثلا اللي هي محترفة شوية في موضوع التصميم ده، طبعا برنامج لوكا بالنسبة لهم ده حاجة يعني عادية جدا. لكن هو كحاجة سريعة نقدر نعمل منه اللوجو بطريقة سريعة جدا، وفي نفس الوقت اللي هي بطريقة بسيطة. وبيدينا برضو اوبشنز كتيرة قوي زي ما انتم شفتوا في الاول كده. اللوجو اللي طلعت كان حوالي 300 اوبشنز ممكن نختار منهم انواع اللوجو او اشكالهم يعني. وهسيبكم دلوقتي بقى مع الشرح عشان تشوفوا ازاي نقدر ان احنا نغير كل حاجة، سواء كان الباك جراوند او الشيب او اللوجو ذات نفسه يعني، والانيميشن برضو او الحركة بتاعة الكلام، بحيث لو عايزين برضو نعملها كده مش كصورة بس، لا كحاجة انيميشن او حاجة متحركة. الويب سايت ده كمان في حاجات منه مدفوعة، فنحاول ان احنا نستخدم الحاجات المجانية. لان الحاجات المدفوعة مش ممكن ان احنا نظبط الدنيا ونصمم برضو، بس الحاجة لما نيجي ننزلها ما تنزلش معانا على عندنا يعني، عشان تبقى حاجات مدفوعة. فاحنا نبدأ نختار الحاجات الفري قدامنا ونبدأ ان احنا نصمم عليها. بالنسبة لتجربتي لموقع لوكا بالنسبة للوجو دلوقتي، بس انا بتكلم عن اللوجو عشان لسه ما عملناش اي حاجة غير اللوجو بس. هو برنامج بسيط جدا، يعني للي عايز يدخل يعمل لوجو بسرعة كده ويصمم لوجو بحيث ان هو بس يبقى حاجة كده للبراند بتاعه. لكن كتصميم بقى وان انا اللي اصمم وانا اللي اظبط الدنيا، او ان يبقى عندي مثلا اختيارات كتيرة، لا. زي ما انتم شايفين ان الموقع لوكا يعني هو محدد بس حاجات معينة اللي انا اشتغل عليها. بالنسبة كمان للشيبس، هنلاقي ان هو مش بيوفر شيبس كتيرة او اشكال كتيرة نبدأ ان احنا نحطها على اللوجو.
طيب دلوقتي انا مثلا خلصت الديزاين ده وخلاص استقريت على الشكل دوت، فهبدأ بقى ان انا انزله عندي. هو الويب سايت هيبدأ يقولي ان في حاجات فري وحاجات مش فري. زي ما انتم شايفين كده، الستارت بيبقى ب5 دولار، بعد كده 6 دولار، وهكذا بقى. فيعني الحاجات بالنسبه لي الحاجات اللي هي مدفوعه فابدا ان انا اتجنبها، لان في ويب سايت كتير وفي حاجات كتير بتوفر حاجات احسن بكتير في الديزاين وكده بتبقى فري. فبالنسبه لي ابدا اختار الحاجه الفري. ولو حابه برضو ان انا اشترك في الحاجه اللي هي مدفوعه، بتبقى فيها طبعا مميزات اكتر، لكن يعني على حسب رغبتي يعني. طيب دلوقتي انا خلصت خلاص ازاي نبدأ ان احنا نصمم اللوجو. وانا كنت بوريكم ان جالي على الجيميل ان الصورة او اللوجو خلاص يعني هينزل على الجهاز. زي ما قلت لكم ان احنا في الاول بنبدا نعمل اكونت او نسجل الدخول عشان يجيلنا النوتيفيكيشن على الجيميل بكل الابديت بتاعه الويب سايت، او بكل حاجه مثلا لو في يعني مثلا خدمات جديده او اي حاجه تبدا تجيلنا نوتيفيكيشن. قبل ما اعمل الويب سايت معاكم هنبدا نعمل البيزنس كارد دي. البيزنس كارد دي عباره عن حاجه مثلا لو شخص عايز يعمل كارد للمكان بتاعه، حاجه تسويقيه، فدي برضو بتبقى كويسه جدا للناس اللي عندها برضو يعني لسه فاتحه مجال عمل جديد، فبتبدا تسوق عن الحاجه بتاعتها ديت بالكارد. طبعا كلنا عارفينها اللي هي البيزنس كارد دي، بتبقى عليها اسم الشركه، اسم البيزنس وات ايفر، بيبقى عليها البراند بتاعي، ودي بتبقى حاجه تسويقيه. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي بدات اكتب برضو اسم البيزنس بتاعي او اسم البراند بتاعي، وبيطلع لي كاردز كتير قوي شكلهم كويس جدا وشكلهم يعني ممتاز. لو شخص عايز بقى ياخد الديزاين دوت ويعمله على ارض الواقع فعلا ويطبع الكاردز دي ويبدا تسويق عن المنتج بتاعه. زي ما قلت برضو في الفيديو اللي فات، الكي ووردز دي بنكتب فيها الحاجه اللي انا هبدا ان انا ده تخصص بتاعي مثلا في شيء معين، هبدا ان انا احطها بحيث ان هو يطلع معايا الكارد عليها ديزاينز بتبقى مشابهه للبيزنس بتاعي او للمجال الشغل بتاعي. لو مثلا مجال الشغل بتاعي فاشن له علاقه باللبس، فيطلع مثلا ديزاينز بتبقى مشابهه اللي انا كاتباه. ونفس الكلام برضو لو عندي مجال عمل او تخصص، فببدأ اكتب كل حاجة في الكيورد. نفس الكلام برضو زي ما بنعمل في اللوجو، احنا بنختار برضو ديزاين معين للبيزنس كارد ونبدأ ان احنا نغير الكلام، او ان احنا مثلا نحط البيزنس نيم، نغير الفورمات بتاعه، او ان احنا
نغير الالوان بتاعه الباك جراوند لو مش عاجبانا وكده. الموضوع في لوكا بسيط جدا ومفهوش اوبشنز كتير، وهيبقى كويس جدا للناس اللي بتبدأ لسه كديزاين او بتبدأ انها تتعلم ازاي تصمم وكده. فالموضوع سهل جدا يعني. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، والبارت الاولاني برضو يكون بسيط في الشرح، عشان موقع لوكا اساسا موقع سهل جدا للتعامل معاه. سواء عايزه اعمل لوجو، سواء عايزه اعمل كارد، عايزه اعمل بيزنس، ويب سايت، whatever. هو سهل جدا لاي شخص عايز يبدا المجال التصميم وما عندوش خبره قوي. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم.